النهران تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. السلام عليكم ورحمة الله، يسعد لي أوقاتكم من وين ما عم تتابعوني. كيفكم صبايا؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وإنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. وبدي لايك كبير أو صغير ما تفرق، المهم تحدياتكم عشان عندي المشاهدات ضعيفة، عشان الفيديو بيرتفع. عرفكم كفو وما بتقصروا. وخلونا نبلش بالصلاة على سيدنا محمد أهلا وأصحابه وسلم. وهين صبايا بدي أسوي صينية بطاطا مع الفروج. هين أول إشي مثل ما شفتوا سلقت اللحم، أسلقه نص سلقة وأطفي عليه. وهين عندي بطاطا بدي أقشرها وبقطعها هيك شغف. بدي أسويها على الغاز، ما راح أسويها بالفرن. أنا أحس إنه إذا حطيتها بالفرن بتطول، يعني هيك على السريع على الغاز. ما أنا أحسها يعني إنه هي على الفرن أطيب، يعني بالنسبة هيك الواحد ياخذ نكهة يعني طيبة، بس بتاخذ وقت على الفرن، عشان هيك عملتها على الغاز على السريع. وهيك صبايا على الحجم هذا البطاطا خليتها يعني على التدويرة هاي، بس حطيت لها بطاطا، ما ضفت لها شي ثاني. وهين تقريبا الفروج استوى عندي نص سلقة. وهين بدنا نجهز تتبيلة ندهن بيها الفروج. هين حطيت زيت وبدي أحط ماجي وأحط كركم عشان أخذ لون للفروج. وكمان ضفت مية وضفت بهار منسف. بهار المنسف هين ينطي لون حلو للأكلة ويعطيها كمان طعم غير شكل، بس طبعا ما كثر منه، يعني شي هيك شي بسيط يعني. وأهم شي بدنا نحركهن منيح عشان يندمجوا مع بعض. ويلا هين بدي أحط أول إشي البطاطا القطعتها. وهين بدي أضيف نص الخلطة جهزتها، وأخلي النص الثاني بدي أدهن بيه الفروج. وكمان ضفت لها كم حب سن ثوم، بس ما ضفت لها شي ثاني. وبعد ما خلطت البطاطا مع التتبيلة ضفت الفروج وبلشت بدي أدهن الفروج. لازم ندهنه منيح. وآخر شي ضفت لها من مية الفروج تقريبا كاس، وعليتها على الغاز بس. وهين كان عندي ديباج بده غسيل، كانت المي جاية. أنا إذا بدي أغسل إحرامات أو أغسل سجاد
إذا ما يكون النهار جاية فيه المي ما بغسل. هنا بنتي الكبيرة الله يرضى عليها عم تساعدني. وهين صبايا شريته على السطح، شريته على وشه هذا اللون البني مو على الأبيض عشان ما بيتوسخ. وقلت أني طالع خلني أصور لكم من عند السطح. خذيت لكم كم لقطة بسيطة من فوق السطح. وشوفوا يا صبايا السطح معبي عسعسة. يعني الناس المستأجرة يعني أي غرض ما بدها إياه طلعته فوق على السطح. إحنا بنحكي لها الشغلات هاي شغلة عسعسة. ما بعرف انتو شو بتحكوا لها، ما بعرف. هو سبحان الله كل بلد عن بلد بتختلف، وكل منطقة عن منطقة بتختلف اللهجات. وهين خذيت لكم كم لقطة بسيطة من فوق على السطح. وما شاء الله كان الجو كثير حلو. يعني خرج تصوير، وأنا ما فوتت الفرصة وصورت لكم من كل زاوية من فوق السطح. بس ما شاء الله على الجو روعة. وهيك صينية البطاطا صارت جاهزة. الله يديم علينا النعمة ويحفظها من الزوال. وبس هيك فيديو اليوم، أتمنى إنه نال إعجابكم. إذا حبيتوه لا تنسونا من الاشتراك بالقناة واللايك عشان يوصلكم كل شي جديد أنا بنزله. بأمان الله.